السلام عليكم، معكم محمد تيجيني، واليوم باغي نرجع معكم بعجاله جدا في واحد الموضوع مهم بزاف عنده علاقه مع حراك الريف. وغادي نعلق على الحلقه ديال البارح اللي سجلتها مع السي فواضح حضار النائب الاول ديال رئيس برلمان بروكسل، ومع السي محمد سعود النائب الاول ديال رئيس جهه طنجه تطوان الحسيمه وعضو اللجنه التنفيذيه ديال حزب الاستقلال. الحلقه دازت البارح على المباشر، ودازت من بعد وتشافت يعني في انحاء العالم وخاصه في المغرب. مباشره بعد هذه الحلقه اتصل بيا واحد الشخصيه، ما غاديش نقول الاسم ديالها، ولكن غادي نقدر نقول بانه شخصيه كبيره في الدوله ديال المغرب. كيعرفني تبارك الله عليك السي تيجيني، راني شفت الحلقه ومزيان الى اخره. قال لي غير عندي واحد الملاحظه. قلت له مرحبا. قال لي الله يخليك، انا سمعتكم كتكلموا من بين ما تكلمتوا عليه على هذيك لا ريفونديكاسيون، المطلب ديال هذوك الناس ديال الريف اللي خصهم مستشفى ديال معالجه السرطان في الريف. قلت له هي لان كلشي كيقول بانه الريف يعني فيه امراض كثيره ديال هذا السرطان وفيها الظاهره، يعني عادي انه يكون تماك واحد السبيطار اللي كيعالج هذا الشيء باش ما يبقاوش يتعذبوا الناس يمشيو حتى للرباط. يعني هذا مطلب مشروع. قال لي يا سي تيجيني انا ما قلتلكش العكس، غير باغي نقول لك بانه راه المستشفى كاين. كيفاش مستشفى ديال محاربه السرطان، ان سونتر ديال الكونسيرولوجي كاين في الحسيمه؟ قال لي كاين. قال لي على الاقل، قال لي انا كنت من بين الناس اللي تبعوا الملف، تنشا في 2004 ولا 2005 بتعليمات ملكيه. قلت له كيفاش، واش هذا الشيء اللي كتقول متاكد منه؟ قال لي الله يهديك السي تيجيني، انت عارف الموقع ديالي ما يمكنش نكذب عليك. قلت له بتعليمات ملكيه تنشا واحد لو سونتر ديال الكونسيرولوجي في الحسيمه في 2004 ولا 5. قال لي قلت له شكون اللي كان تماك وزير الصحه؟ قال لي كان تماك السي محمد الشيخ بيد الله. قلت له علاش الناس كلشي كيقول لك دابا خصهم السبيطار؟ قال لي فين هو هذا السبيطار؟ قال لي الله يخليك ما تطلبش مني شي حاجه اللي، قال لي انا عطيتك المعلومه صافي، انا ماشي سياسي، انا عارف يعني الموقع ديالي، انا كنعطيك المعلومه، كنحترمك، كترشق لي عليك السي تيجيني، كنرياجي معك في البرنامج ديالك. قلت له شكرا، ولكن انا هذه الشخصيه يعني معروفه، ما يمكنش، وعندها موقع ديالها وما يمكنش نكذبها، ولكن رغم ذلك قلت انا غادي نتصل بوزير الصحه اللي تكلم لي عليه هذه الشخصيه، وغادي نسول السي محمد الشيخ بيد الله مباشره، نشوف المصدر المعلومه. طيب هزيت الهاتف ديالي، سي بيد الله اهلا تيجيني، اهلا لاباس كذا كي داير؟ قلت له الله يخليك عندي واحد السؤال. قال لي بعدا بالمناسبه راني شفت البرنامج ديالك على حراك الريف وبلغ السلام ديالي السي فواضح حضر، كنعرفو مزيان، وحتى الاخ اللي كان مع سعود كلشي تكلمتو مزيان، تبارك الله عليكم. قلت له مزيان بارك الله فيك. قلت له راه بالمناسبه انا بغيت نتكلم لك على هذا الموضوع. قلت له الله يخليك، كلشي في الحسيمه كيقول لك خصهم ان سونتر ديال الكونسيرولوجي، وكاين تماك امراض، وهذه ظاهره معروفه، وحرب الريف واسبانيا استعملت الغازات السامه يعني. ولكن قلت له جاتني واحد المعلومه بانه واحد لو سونتر تنشا في 2005 في المنطقه. قال لي اييه. قلت له الله يهديك السي بيد الله، واش دابا حنا كنتكلموا معقول لنا؟ قلت له هذه معلومه خطيره جدا، واش كاين ان سونتر ديال معالجه امراض السرطان في الحسيمه او لا؟ قال لي وانا اللي شرفت على الانشاء ديالو في 2005 بتعليمات ملكيه. قال لي سيدنا كما هو يعني قال لي بالحرف، قال لي خصك تخلق تماك شي سونتر، لانه وصلته تقارير او لا سمع بانه كاين امراض بزاف والناس كتكرفس كتمشي حتى للرباط الدواء. قال له في 2005 انشأنا مركز من بين احسن المراكز في المغرب. قال لي لانه كان عندنا غير ديال الرباط، الناس كتجي من انحاء المغرب ويتكرفسوا ويديروا البرارك وينعسوا تماك والقياطن. قال لي نشأنا واحد يمكن في وجده، قال لي والثالث هو ديال الحسيمه، ومن بعده عاد نشأنا ديال فاس. قال لي ونأكد لك بانه هذاك المركز ديال الحسيمه كان من بين احسن المراكز في احدث الاجهزه، وكانوا خدامين فيه شي 6 ولا 7 ديال لي كونسيرولوج. قال لي وتنشا بتعليمات، ما قال لي ماشي انا، قال لي تعليمات ملكيه. قال لي واكثر من ذلك، قال لي الملك هو اللي عطانا الارض باش بنينا عليه هذاك لو سونتر، والارض يمكن في وسط المدينه اللي كنت كنتذكر. قال لي الارض ديال القوات المسلحه الملكيه. قال لي هذه كانت هبه من عند الملك، لان الملك هو ايضا القائد على القوات المسلحه. قال لي ان احنا في الاول كان عندنا مشكل ديال الارض، والحسيمه في هذا المشكل ديال العقار، فالملك هو اللي بغى لو سونتر وهو اللي تبرع من الارض. قال لك وعاونونا الاعيان الى اخره.
قلت له اذا كاين المركز. قال لي انايا خرجت، انا نشأته، كنقولها لك، في 2005 وجهزناه وكان خدام، ومن خرجت في 2007 خليته خدام. قلت له والان؟ قال لي الله يخليك انا كنهضر لك على اللي كنعرف. قلت له دابا واش كاين شي سونتر؟ قال لي لا، انا وزير الصحه السابق انا درت هذه بتعليمات ملكيه. شي حاجه ما واش كاين هذا لو سونتر، واش بقى، واش ما بقاش، واش خدام، واش ما خدامش. قال لي هذه المعلومات خطيره جدا. اذا هنا غادي نطرحوا مجموعه ديال الاسئله. الا كان فعلا هذا لو سونتر انا ما غاديش نشك في هذاك الشخصيه وما غاديش نشك في السيبيه ديالو وكيقول لك بتعليمات ملكيه، يعني كان الحسيمه عندها ان سونتر اللي كيعالج امراض السرطان. السؤال الان واش باقي؟ الا باقي علاش حتى واحد ما كيتكلم عليه؟ او لا من بعد الزلزال يمكن ما بقاش، ولا علاش حتى واحد ما كيقول بان ما كان عندنا مركز خصنا غير نعاودوا نفتحوه؟ علاش كلشي ساكت؟ علاش الشباب عن حق والناس ديال المنطقه يقول خصنا لو سونتر اننا كنمشيو نداو في الرباط؟ علاش المسؤولين حتى واحد ما قال بان ما عندنا ان سونتر ولا كان ولا ما كانش؟ علاش وزير الصحه مثلا سي حسين الوردي كان في هذه المهمه الوزاريه في الحسيمه ما تكلمش على هذا لو سونتر، الور كو هذا لو سونتر من بين المطالب الاساسيه ديال الساكنه ديال المنطقه؟ هذا اسئله خطيره جدا. الا كان يعني هنا كيبين لان انا بعض المرات الناس كيقولوا انت غير كتنتقد، انا بعض المرات كتكون شي حاجه اللي معقوله خصني نقولها ايضا. هذا لو سونتر اللي تنشا بتعليمات ملكيه في 2005، يعني ما تسناوش الحراك او لا تسناو المطالب ديال الشباب ديال الاحرار ديال الريف عاد باش ينوضوا يديروا. كان شي حوايج اللي دارت في الوقيته ديالها وهذه زمان ودارت على احسن طريقه مثلا، ولكن السؤال فين وصلت؟ شنو هي المتابعه؟ واش هذاك الشيء اللي ندار في هذيك الوقيته ودارت بحاجه يعني على حقها وطريقها، واش ما خداوهاش ناس اخرين؟ واش يمكن هذاك لو سونتر بلعوه ناس باش يستافدوا بحوايج؟ واش تسرقوا المعدات؟ واش وقع الخواض؟ وشنو وقع بالضبط؟ هذه المعلومات الخطيره بغيت نتقاسمها معكم، ويمكن في هذه القضايا اللي خص يتحركوا الممثلين ديال الامه والبرلمانيين ويديروا كاع علاش لا لجنه تحقيق برلمانيه على هذا المركز الصحي اللي كان في اعلى المستوى. السي بيد الله كياكد لي كيقال لي بينما هذاك المركز من بين احسن المراكز اللي كان عندهم في المغرب انذاك، مجهز باحدث الاجهزه وفيه اخصائيين. فين مشى هذا المركز؟ علاش حتى واحد ما كيتكلم على هذا المركز؟ هذا المركز اللي ممول من فلوس الشعب، هذا المركز اللي القوات المسلحه الملكيه بامر من القائد ديالها الاعلى الملك محمد السادس وهبت ارض عقار مهم باش تشيد عليه هذا المركز. فين مشى هذا المركز؟ هذا السؤال وهذه المعلومه بغيت نتقاسمها معكم ونخلي كل واحد يتحمل المسؤوليه على اين باش ما نقولوش ما عمرو كانت شي حاجه. كانوا حوايج يمكن ما كان خص نزيدوا حوايج، ولكن الحوايج اللي نداروا للاسف، وهذا المشكل ديال المغرب كامل، بعض المرات كيجي الملك كيدشن وكنشوفوا البنايات وكنشوفوا المعدات ومن بعد كيمشي الملك ما كيبقاو بنايات، ما كيبقاو معدات، ما كتبقى متابعه، وهذا الشيء كيدل على سوء الحكامه في بعض الاحيان. انا ما كنقولش دابا واش هذه سوء ولا، انا كنقول بان ما خص تحقيق في الموضوع، خص تحقيق في الموضوع. شكرا.